هتستنى إيه تاني؟ حالات تدخل العناية المركزة ولا حالات وفاة تحصل؟ للأسف بقينا بنسمع عن حالات اتدهورت بعد اتباع ما يسمى بنظام الطيبات ووقفهم للعلاج بدون إشراف طبي. وأنا هنا مش هتكلم عن حالة بعينها، لكن هتكلم عن الفكرة نفسها، لأن الفكرة الغلط لما تنتشر ممكن تأذي ناس كتير. لو أنت شخص بالغ وعاقل وقررت تجرب أي نظام غذائي على نفسك فده قرارك وأنت اللي هتتحمل نتيجته. لكن لما تنشر أفكار مش مبنية على العلم وتخلي مريض ضغط يوقف علاجه، أو مريض سكر يرمي دواه، أو مريض قلب يقتنع إن الأدوية دي مؤامرة عليه، أو حد عنده اضطراب نفسي يسيب علاجه، أو أم تمنع البروتين عن طفلها لأنها سمعت إن هو ده الأكل الصح، هنا الموضوع ما بقاش حرية شخصية، هنا بقت مسؤولية. أنا إيناس شكر، ودي آخر حلقة من سلسلة لما الصحة تبقى ترند. على مدار 7 حلقات اتكلمنا عن البروتين والألياف والألبان والبيض والمية والسكر والزيوت، وكل مرة كنا بناخد نقطة واحدة ونشوف العلم بيقول فيها إيه. ولا مرة هاجمنا شخص، ولا مرة قلنا إن في أكل ملاك أو أكل شطار، ولا مرة طلبنا منك تصدقنا لمجرد إننا بنقول كلام وخلاص. كنا دايما بنسأل فين الدليل، وبنتكلم بناء على الأدلة العلمية مش اجتهادات شخصية. والنهاردة هسألك سؤال واحد بس في آخر الحلقة، ولو معرفتش تجاوب عليه يبقى أي نظام غذائي تشوفه بعد كده لازم تراجعه الأول من مصادر موثوقة. هنستنى بالسؤال للآخر لأنه هيبقى خلاصة للسلسلة كلها. تعالوا نبدأ بأخطر نقطة في النظام كله، أخطر من منع اللبن أو البيض والفراخ أو الخضار، وهي إيقاف العلاج. خليني أسألك سؤال، لو ضغطك النهاردة 170 على 100 هل هتحس بوجع؟ غالبا لا. ودي هي المشكلة، ارتفاع ضغط الدم بيسموه القاتل الصامت، لأنه ممكن يفضل سنين وانت حاسس ان انت كويس، بينما في الحقيقة كل نبضة قلب بتضغط على الشرايين الدقيقة في جسمك أكتر من قدرتها على التحمل. وأول عضو بيتأذى غالبا هو الكلى، لأن الكلى عبارة عن ملايين من الوحدات الدقيقة جدا اللي بتنقي الدم، ولما الضغط يفضل عالي الشعيرات الدموية الدقيقة دي بتبدأ تتلف ويظهر زلال في البول، وبعدها وظائف الكلى بتبدأ تقل بالتدريج ومن غير ألم. وكتير من الناس مش بيعرفوا إن عندهم مشكلة إلا لما يكون جزء كبير من وظيفة الكلى اتأثر واتدمر بالفعل. والكلى مش هي العضو الوحيد اللي هيتأثر، المخ كمان. ارتفاع الضغط غير المسيطر عليه بيزود خطر الجلطات وكمان نزيف المخ، لأن الأوعية الدموية الدقيقة مع الوقت بتكون أضعف. أما القلب الغلبان فمضطر يضخ الدم ضد مقاومة أعلى كل يوم، فيبدأ سمك عضلة القلب يزيد، وبعد سنين ممكن يحصل ضعف وفشل في كفاءة القلب. كل ده وانت ممكن تكون بتقول أنا الحمد لله بقيت كويس وبطلت الدواء. ونفس الفكرة تحصل مع مرض السكر. في ناس بتفتكر إن طالما السكر نزل كام يوم يبقى خلاص، لكن مرض السكر مش مجرد رقم في جهاز القياس. ارتفاع السكر لفترات طويلة بيسبب تفاعل اسمه جلايكيشن، يعني الجلوكوز بيلزق بالبروتينات في الجسم وبيغير وظيفتها، وده مع الوقت بيساهم في تلف الأوعية الدموية والأعصاب، شبكية العين والكلى. والمشكلة إن العمليات دي بتحصل ببطء شديد حتى لو المريض مش حاسس بأعراض في البداية. ويمكن أكتر نقطة زعلتني إن في ناس بقت بتنصح مرضى الأمراض النفسية يوقفوا علاجهم. اضطراب زي ثنائي القطب أو الباي بولر مثلا مش صداع ولا دور برد، اضطراب مزمن في كيمياء المخ، والأدوية فيه هدفها الحفاظ على استقرار الحالة وتقليل خطر الانتكاسات. وإيقافها فجأة وبدون إشراف الطبيب ممكن يؤدي لنوبات هلع وهوس أو اكتئاب شديد، وممكن بعض المرضى حالتهم تتدهور ونضطر نحجزهم في المستشفى أو حتى حياتهم تتعرض للخطر. اسمعني كويس، التغذية الممتازة والنشاط البدني والنوم وتقليل التوتر كل دول مهمين جدا، لكنهم بيدعموا العلاج مش بديل ليه، إلا إذا الطبيب المعالج وبعد متابعة وتحاليل وأشعة قرر يقلل الجرعة أو يوقف الدواء، لأن ساعتها القرار مبني على أدلة وعلى حالة المريض مش على فيديو شافه على الإنترنت. طيب، ممكن حد يقول لي أنا أصلا ما عنديش ضغط ولا سكر ولا باخد أدوية، يبقى النظام ده مناسب لي؟ للأسف لسه المشكلة ما بدأتش، لأن جسم الإنسان عنده أولويات، وده اللي هنشوفه في الجزء الجاي. لما البروتين يختفي من الطبق الجسم هيعمل إيه؟ زي ما قلنا جسم الإنسان عنده أولويات،
ولما تحرمه من عناصر أساسية مش هيقف متفرج، هيبدأ يدخل في وضع الطوارئ. خليني أسألك سؤال، لو معاك فلوس تكفي يا دوب لآخر الشهر، هتروح تشتري بيها ورد ولا هتشتري أكل ودواء لولادك؟ جسمك هيفكر بنفس الطريقة. البروتين مش معمول عشان العضلات بس، البروتين بيدخل في تكوين الإنزيمات والهرمونات والأجسام المضادة والهيموجلوبين وتجديد كل خلايا الجسم تقريبا. لما كمية البروتين اللي داخله الجسم تقل لفترة، الجسم هيبدأ يسأل إيه أهم حاجة حافظ عليها علشان أعيش؟ طبعا القلب أولى، الرئتين أولى، الكبد أولى، الإنزيمات أولى، والأجسام المضادة أولى. طيب الشعر، الجلد، الأظافر، للأسف كل الحاجات دي مش على رأس القايمة أصلا. علشان كده من العلامات اللي ممكن تظهر مع استمرار نقص البروتين عند بعض الأشخاص ضعف الكتلة العضلية، ضعف القوة البدنية، بطء التئام الجروح، زيادة قابلية العدوى. وبعض الناس هيلاحظوا تساقط الشعر أو هشاشة الأظافر، خاصة لو كان النقص ده مستمر أو معاه كمان نقص فيتامينات وعناصر غذائية مهمة. نقطة مهمة جدا، وخليني أصحح فكرة منتشرة. ناس كتير أول ما بينزل وزنها بتفتكر إنها خسرت دهون، لكن الحقيقة الميزان مش بيقولك إيه اللي نزل، هل هي دهون ولا مية ولا عضلات ولا الاتنين مع بعض. والفرق بينهم كبير جدا، لأن العضلات مش مجرد شكل حلو، العضلات هي أكبر مخزن للبروتين في جسمك، وهي كمان من أهم الأنسجة اللي بتستهلك الجلوكوز. يعني الحفاظ على الكتلة العضلية مهم للقوة والحركة والتمثيل الغذائي، خصوصا مع التقدم في العمر. طيب ممكن حد يقول ما أنا باكل نشويات ومبسوط، يعني إيه المشكلة؟ المشكلة مش إن أنت بس اللي بتاكل، في كائنات تانية عايشة معاك ومحتاجين ياكلوا هم كمان. تخيل معايا إن عندك مدينة كاملة فيها تريليونات من السكان. السكان دول مش ناس، دي بكتيريا نافعة، وكل نوع ليه وظيفة. فيه اللي بيساعد على هضم بعض الأطعمة، وفيه اللي بيطلع فيتامينات، وفيه اللي بيساهم في تدريب جهاز المناعة بتاعك، وفيه اللي بيحافظ على بطانة الأمعاء. طيب السكان دول بياكلوا إيه؟ أهم غذاء ليهم هو الألياف. لما تقلل الألياف لفترة قصيرة ممكن الغازات تقل عند بعض الناس لأن التخمير هيقل، وده بيخلي بعض الأشخاص يفتكروا إن القولون اتعالج خلاص، لكن الحقيقة أعقد من كده. البكتيريا النافعة لما بتستهلك الألياف بتطلع مركبات اسمها الشورت تشين فاتي أسيدز، أشهرها البيوتيريت. والبيوتيريت ده بيعتبر مصدر الطاقة المفضل لخلايا القولون. يعني أنت مش بس بتأكل نفسك، أنت كمان بتأكل الخلايا اللي بتحمي أمعاء. أما لما الألياف تقل جدا لفترة طويلة ممكن يقل تنوع الميكروبيوم، ويزيد الإمساك عند بعض الناس، وتتأثر صحة القولون. وعلشان كده مش كل عرض اختفى يبقى المرض اتعالج، ودي نقطة مهمة جدا. اختفاء العرض لا يساوي علاج السبب. زي بالظبط واحد فصل جرس الإنذار وقال ده الحريق انتهى، بينما النار لسه موجودة. طيب يمكن حد يقول خلاص هعوض البروتين وهعوض الألياف، لكن في عناصر غذائية الجسم أصلا ما يعرفش يصنعها، لو منعتها لازم تجاوبني هتعوضها منين؟ ده اللي هنتكلم عنه في الجزء ده. لحد دلوقتي اتكلمنا عن البروتين واتكلمنا عن الألياف، ويمكن حد يقول طب ما أقدر أعوضها، وده سؤال منطقي جدا، لأن العلم عمره ما قال إن في أكل مقدس ولا قال إن في أكل ما ينفعش يتمنع أبدا. لكن كل مرة بنشيل مجموعة غذائية لازم نسأل سؤال واحد، هنعوضها بإيه؟ اللبن، هل كل الناس لازم تشربه؟ خليني أوضح نقطة مهمة جدا. أنا عمري ما قلت إن كل الناس لازم تشرب لبن. لو عندك حساسية من بروتين اللبن، أو عدم تحمل شديد لللاكتوز، أو أي سبب طبي يمنعك إن أنت تشرب اللبن، يبقى أكيد في بدائل مناسبة. لكن لما نقول لملايين الناس امنعوا اللبن ومنتجاته، يبقى لازم يكون عندنا إجابة واضحة. هنعوض الكالسيوم منين؟ وفيتامين B12 واليود والرايبوفلافين والبروتين الكامل السهل اللي موجود في اللبن. دي عناصر غذائية مهمة وممكن تتوفر من مصادر تانية، لكن لازم يكون في خطة واضحة للتعويض، وده خصوصا مع الأطفال والمراهقين وكبار السن والحوامل والمرضعات. المشكلة مش في المنع نفسه، المشكلة في المنع بدون بديل مناسب. طيب لو دي كانت الحاجات اللي اتمنعت، فتعالى بقى نشوف ايه الحاجات اللي مسموح بيها. وهنا أنا وقفت مع نفسي فعلا، استغربت شويتين ثلاثة، لأني لقيت إن في أطعمة كاملة غنية بالبروتين أو الكالسيوم أو الألياف
بيتم التحذير منها، وفي المقابل في أطعمة عالية السكر ومنخفضة القيمة الغذائية بيتم التعامل معاها كأنها حاجة عادية خالص. وهنا أنا مش بسأل مين قال كده، أنا بسأل بناء على إيه؟ العلم لما بيقيم أي غذاء مش بيقيمه بكلمة مسموح وممنوع، لكنه بيسأل إيه الكمية والتكرار وباقي النظام الغذائي وحالة الشخص الصحية. خليني أكون واضحة، محدش قال إن السكر سم، ومحدش قال إن قطعة حلويات هتدمر صحتك، لكن السكر المضاف كل ما زادت معاه السعرات بدون قيمة غذائية، وزاد خطر تسوس الأسنان، وبقى صعب التحكم في الوزن عند ناس كتير، وطبعا هيبقى صعب تثبيت مستوى السكر عند مرضى السكر. علشان كده التوصيات العالمية بتتكلم عن التقليل مش التشجيع على الإكثار منه. وخد بالك، ناس كتير بتقول أنا ماشي على نظام الطيبات وارتحت جدا، وفي الحقيقة هم أخدوا جزء واحد أو اتنين بس ومطبقوش النظام كله. لازم يكون واعيين ومقدرين خطورة تطبيق النظام كامل. وفي أي نظام غذائي عرفناه كان بيشجع دايما على شرب المية اللي هي أساس الحياة في الخلية الحية، وكل وظائف جسمنا بتعتمد عليه. بس حتى دي ما سلمتش من النظام العشوائي ده، وهنا ظهرت نصيحة محتاجة نقف عندها: اشرب مية لما تعطش. الجملة دي شكلها منطقي، لكن هل تنفع لكل الناس؟ والحقيقة لأ. الإحساس بالعطش بيختلف من شخص للتاني، وبيقل مع التقدم في العمر، وبيتأثر ببعض الأمراض وبعض الأدوية والحر الشديد. علشان كده الاعتماد على العطش وحده ممكن ما يكونش مناسب لكل الناس، والأفضل إن الإنسان يحافظ على شرب كميات مناسبة من السوائل حسب احتياجات جسمه، مع مراعاة العطش ولون البول والحالة الصحية وتوجيهات الطبيب إذا كان عنده أي مرض بيتأثر بكثرة السوائل. بصراحة لو خدنا خطوة لورا وبصينا على الصورة كلها هنلاقي إننا مش بنتكلم عن بيضة أو كوباية لبن أو طبق سلطة أو دواء. إحنا بنتكلم عن طريقة تفكير كاملة، طريقة بتقسم الأكل لأبيض وأسود، صح وغلط، من غير ما تبص على الصورة الكاملة. لكن جسم الإنسان مش بيشتغل بالطريقة دي أصلا. دلوقتي بعد ما جمعنا كل الخيوط فاضل سؤال واحد بس، سؤال هو اللي هيحدد هل أي نظام غذائي تشوفه بعد كده يستحق إن أنت تديه ثقتك ولا لأ. يا ترى إيه هو السؤال الأهم في الحلقة؟ هل أي نظام غذائي بيمنع مجموعات غذائية كاملة ويشجع الناس على تغيير أو إيقاف علاجهم بدون تقييم فردي ممكن فعلا يكون نظام متوازن؟ وقبل ما أجاوب أنا عايزة أنت اللي تجاوب. تخيل معايا ابنك أو بنتك عندهم 10 سنين وقالوا لك إحنا هناكل بالطريقة دي بقية عمرنا، هتوافق؟ أو والدتك عندها ضغط وسكر وقالت لك أنا بطلت العلاج وهكتفي بالنظام الغذائي، هتطمن؟ أو والدك اللي عنده 70 سنة بدأ يمنع البروتين والألبان والخضار وبيقول لك أنا شفت على الإنترنت إن هو ده الصح، هتشجعه؟ لو كانت إجابتك لأ، يبقى لازم تسأل نفسك ليه توافق إن غيرك يعمل كده. وأنا هنا بتكلم عن تطبيق النظام كامل، مش ننقي حاجات منه ونسيب حاجات. لأن لو أنت واعي وهتختار نقطة أو اتنين صح، وكل الأنظمة اللي كانت موجودة قبل كده أصلا كانت متفق عليهم زي منع الدقيق الأبيض والمعجنات والصيام المتقطع مثلا، وهتسيب باقي النقاط، خد بالك إن أي حد ممكن يمشي وراك يطبق كل حاجة، ياكل بطاطس مقلية في زيت أسود متأكسد ومسرطن، ويشرب سجاير براحته، وعصاير معلبة بمواد حافظة، ونوتيلا ومربى، ويرمي دواه ويخاصم الدكاترة والأدوية ويعرض صحته وحياته للخطر، ويبقى ذنبه في رقبته. تعالى نفتكر مع بعض، احنا خلال السلسلة دي اتكلمنا عن البروتين وشوفنا ليه الجسم محتاجه كل يوم وإن الجسم مش بيحتفظ بيه، والألياف وشفنا إنها غذاء للميكروبيوم دورها أكبر من مجرد منع الإمساك، والألبان وإن منعها بدون بديل مدروس ممكن يحرم بعض الناس من عناصر مهمة لصحتهم، والمية وإن العطش مهم لكنه مش المؤشر الوحيد لكل الناس، والسكر والحلويات وإن المشكلة مش في وجودهم لكن في الإفراط فيهم، والزيوت وإن اختيار النوع المناسب وطريقة الاستخدام أهم من تصنيفها كخير مطلق أو شر مطلق. طبعا الأدوية وإن العلاج قرار طبي مش قرار سوشيال ميديا. كل حلقة كانت بتحذر من نقطة واحدة، لكن لما تحطهم جنب بعض هتكتشف إن المشكلة عمرها ما كانت في بيضة أو كوباية لبن أو طبق سلطة. المشكلة في إننا بقينا بناخد قرارات كبيرة جدا بمعلومات ناقصة. الصحة مش بتتبنى بمنع الأكل ولا بالخوف من كل لقمة،
ولا بالاعتماد على تجربة شخص مهما كان عدد متابعين. في علم التغذية العلاجية احنا عمرنا ما بنسأل ايه أحسن نظام غذائي لكل الناس، لأن السؤال ده إجابته مش موجودة أصلا. احنا بنسأل ايه الأنسب للشخص اللي قدامي، عنده كام سنة، عنده سكر، عنده ضغط، كلى تعبانة، هل هو رياضي، هل هي حامل، هل هو طفل. كل واحد له احتياجات مختلفة، وده السبب إن العلم بيتكلم عن مبادئ عامة لكنه بيفسر التوصيات حسب حالة كل إنسان، مش حسب فيديو واحد. اسمحوا لي أختم بحاجة يمكن تكون أهم جملة في السلسلة كلها. المشكلة مش إن حد يغلط، كلنا بنغلط. المشكلة إننا ننشر الغلط قبل ما نتأكد منه، لأن الكلمة ممكن تدي أمل كذاب، وممكن تعمل ضرر، وممكن تخلي إنسان يسيب علاجه أو يمنع عن نفسه أو عن ولاده غذاء هم محتاجينه علشان صحتهم. فاكرين أول الحلقة لما سألت هتستنى إيه؟ الحقيقة أنا مش هستنى حالات جديدة علشان أقتنع إن نشر المعلومة الطبية مسؤولية، ولا هستنى حد يتضرر عشان أراجع مصدر معلوماتي. لو السلسلة دي علمتك حاجة واحدة فأتمنى تكون دي: اسأل قبل ما تصدق، اقرأ قبل ما تنشر، ولو المعلومة هتخلي حد يوقف دواء أو يمنع مجموعة غذائية كاملة اسأل فين الدليل. الصحة ليست ترند، الصحة علم، والعلم أمانة. إلى اللقاء في حلقات جديدة من قناتكم Your Health Coach. دمتم بصحة ووعي متجدد.